السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عالم سامي أم هبة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لا كوموند ديال جوج حلوات ديال لا كريم عيد ميلاد ديال واحد البنوتات اريج واميره، الله يحفظهم لماماهم وبطولة العمر ان شاء الله وتشوفهم كما كتمنى في خاطرها يا ربي امين، وجميع وليدات المسلمين كافه اجمعين. هاد الجوج حلوات، وحده بلوغو ديال كراميل ووحده بلوغو ديال شوكولا نوار والنوازيت، كيجو رائعين شكلا ومذاقا وطريقه جد سهله ومبسطه بالاخص للمبتدئات. بحال هاد الحليوات هكا كنحتاجهم في المناسبات التصارف اعياد الميلاد، نفرحوا بهم وليداتنا بلا ما نشريوهم من على برا. كنبداو على بركه الله بلا جينواز. يعني هاد لا جينواز راه خدمت معكم شحال من مره وناجحه 100%، سواء طيبتوها في فران ديال الغاز او فران ديال الضوء كتنجح. فقط نتبعوا هاد المراحل وكاع المعلومات اللي غادا نعطيكم، ما غنبخل عليكم حتى شي حاجه. هاد لا جينواز هادي اول حاجه اللاطه عندي فيها 30 سنتيم على 40، يعني ضروري المعيار تحترموه باش تجيكم جينواز هي هذيك، ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش ثاني غليظه بزاف. كنحتاج 4 ديال البيضات يكونوا متوسطين الحجم، ما كبارش بزاف وما يكونوش صغيورين بزاف وما يكونوش في الثلاجه، يعني يكونوا ديجا خرجناهم من الثلاجه. كندير 4 ديال البيضات، كندير معاهم 100 غرام ديال السكر سنيده، كنطلعهم مزيان بالباطو. ضروري هنا يكون عندنا هاد الطراب الكهربائي حتى كيبان ليا الخليط بدا كيبيض والذوبل. غادا نضيف غادا نكوهم عفوا اي نكهه نتوما بغيتو. انا هنا غندير نوازيت، كما يمكن لكم ديروا الكراميل اولا القهوه ولا ديروا غير سكر فاني الا ما كانش عندكم هاد لي غوم هادو. ولكن هاد لي غوم كيعطونا واحد لد زوينه لهاد الجينواز، ما كتجيناش فيها حس زفوريه بالمره. بالنسبه لي انا درت هاد النوازيت لانني وحده غنخدمها بالكراميل ووحده بالشوكولا نوار، يعني غادي يتواتى معاهم بجوج، لانني غادا نحتاج كل حلوه غنحتاج ليها 3 ديال الطبقات. انتما غتشوفوا شحال من جينواز غادي ندير. من بعد ما طلع الخليط كما كتشوفوا راه كيولي يبان ليا مرغوي مزيان وكيبيض وكيضو بالحجم ديالو. كنضيف عليه ربع كاس ديال الماء، ما يعادل 2 معالق كبار ديال الماء طيب. الماء يكون غليان، انا هنا المقراج راه حدايا دايره فيه الماء كيطيب. هاد العمليه هادي اولا هاد النقطه هادي ديال الماء كتخلي لهاد الجينواز ديالنا كيزيد يطلع علينا هاد الخليط وكيجينا مرغي مزيان. وملي كنديروا الطحين ما كيطيحش لينا نهائيا. شوفوا كيفاش ولا، يعني هاد البول هذا اللي انا خدامه فيه راه شفتوا شحال كان فيه ديال البيض في الاول والسنيده، وشوفوا دابا كيولي فحال الشكل تاع الكريمه. يعني شفتوا كيفاش كيولي الخليط ديالنا مرغي مزيان وقابط راسو. كنضيف عليه 120 غرام ديال الدقيق الابيض العادي وراس معلقه قل من نص معلقه صغيره، تقريبا واحد 3 غرام ديال الخميره كيميائيه، هنا فقط باش نضمن ان الكيك ديالي يجيني طالع ويجيني مفشفش وما يهبطش. واخا راه يمكن الا بغيتو ما ديروش هاد الخميره ممكن انكم ما ديروهاش، ولكن انا كنفضلها بالاخص اللي عندها الفران ديال البوطه في حالي انا. من الافضل نديروا هاد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. بالنسبه للدقيق كنضيفو تدريجيا اما على دفعتين ولا 3 بواحد الدراب هكا يدوي. كنطلع من الاسفل الاعلى من الاسفل الاعلى حتى كنتاكد بان هاد الدقيق دخل ليا في الخليط مزيان وما بقاوش حبيبات وما بقاش كيبان. اللاطه ديالي كنفرشها بابي كويسون، ضروري ورق الزبده في هذه المرحله. الفران تيكون سخون ديجا من قبل. كنديرها في اللاطه اللي كتكون في هذيك السكه الفوق، ما كنديرهاش في الفران الوسط باش ما طيبش ليا من التحت وتكرم ليا. انا بالنسبه لهذه الطريقه ديال الطياب ديال الفران ديالي. اللي عندها الفران ديال البوطه عفوا ديال الضو راه ما غاديش تلقى مشكل، غطيبها على 170 ولا 180 درجه، راه ما كتفوتش 15 دقيقه كطيب. شوفوا لا جينواز ديالي كيفاش جات مفشفشه رطبه وما كارماش من الجناب وما قاصحاش. بالنسبه لهاد الوجه ديالها محمر، راه كتحمر كامله الفوق. كما قلت لكم انا راه كنديرها الفوق فداك السكه، كنحط اللاطه تم وكندير فيها هاد اللاطات ديال هاد الجينواز. انا هنايا درت جوج جينوازات، كل وحده غادا نقطعها على 3، عفوا على جوج، باش غادي يجوني 3 ديال الطبقات.
عفوا درت 3 ديال الجينوازات ما ديوش عليا، درت 3 ديال لي جينواز، الثالثه راه كانت مازال كطيب في الفران، داكشي علاش ما بينتاش معاكم. مهم القياس كيبقى على حسب نتومايا الاطار اللي غادي نديرو فيه. بالنسبه للكريمه عندي اطرو ديال الكريمه دائما كنخدم به لالا. انا كنفضل الكريمه السائله، ماشي بالضروره هاد النوع هذا، ولكن الكريمه السائله كتجي شاده راسها وحتى بالنسها كتجي مزيانه. كنقسم هاد الكريمه ديالتي على زوج، واحده اللي غنكها بالشوكولا والاخرى اللي غتجيني بلوغو ديال الكراميل. انا خدمت بنيسلي كراميل اللي كتجي بنته زوينه، يعني بنته راه غنيه عن التعريف. الاولى عفوا كندير فيها واحد شويه ديال لاغوم ديال القهوه. وبالنسبه لهاد الشوكولا هذا راه كيتباع للعبار عند اللي كيبيع داك لوازم ديال الحلويات، اللذه ديالو رائعه بزاف، زوينه بزاف. اللي ما عندهاش غادا دير اي نوع ديال الشوكولا ديال الدهن كيما يمكن لكم تستغناو على هاد النقطه هذه. ولكن انا بغيت الكريمه ديالي تجيني بنينه وتجيني لذيذه، بالاخص ملي كتكون عندي طلبيه ديال الكليان ما كنبغيش نتحشم معاهم، ضروري خاصني ندير شي حاجه اللي غتحمر ليا وجهي. غادا نضيف كذلك واحد 2 معالق حتى 3 ديال الكاكاو المر، يكون حتى هو نوعيه مزيانه. القياس اللي غادي تجيني الكريمه ديالتي قهويه، ما غاديش تجيني كحله نواغ، ولكن غتجيني قهويه. صافي من بعد ما طلعت الكريمه ديالي ما نطلعهاش بزاف حتى تحبب ليا وتولي قاصحه. فقط الجهد اللي غتبان ليا انها ولات تجمعات صافي ولات يمكن لي نشكلها عادي كنحبس. بالنسبه للسيترو الثاني ضفت عليه واحد 2 معالق كبار عامرين ديال نيسلي كراميل، واحد نص معلقه ديال لاغوم ديال الكراميل، ما نكترش لان لاغوم ديال الكراميل كيكحل وانا ما بغيتهاش تجيني كحله ولا تجيني كتشبه الاخرى. فقط بغيت هاد اللون يجيني بيج، يعني قهويه بارده حتى البيج، واخا ما بانش دابا في التصوير. لي جينواز كما قلت لكم درت 3، كل وحده كل جينوازه غادي نقسمها على 2. بالنسبه لذاك الطرف الثاني غنكمل بهاد الطريفات اللي غيبقاو ليا في الجناب، ماشي مشكل انني غادا نديرها الوسط. خاصني غنجيب القياس مقاد صافي راه غادا تجيني مزيانه. 3 ديال الجينوازات خرجوا ليا 2 ديال الحلوات، كل وحده فيها 3 طبقات ديال لا جينواز. هاد السيرو اللي كنسقي به، خديت 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، درت ليهم 2 معالق ديال السكر سنيده و2 ساشيات ديال نيسكافي صافي، وخليتهم حتى بردوا. هما اللي كنسقي بهم، غنسقي بهم الحلوات ديالي بجوج، لان حتى اللوغو ديال القهوه كيتواتى مع الكراميل وكيتواتى حتى مع الشوكولا. صافي الطريقه كما كتشوفوا معايا راه جيت سهله، واخا راني سرعت لكم لا فيديو ما بغيتوش يجي طويل بزاف. كندير الطبقه الاولى ديال لا جينواز وكنسقيها، وكندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه. هنا بديت بهذه اللي بلوغو ديال الكراميل. كذلك فيما كندير طبقه ديال لا جينواز كنسقيها مزيان باش تجينا رطبه، وكندير كميه ديال الكريمه تكون كميه مهمه، ما نديرهاش قليله وما نديرهاش يعني غليظه بزاف فايته القياس. صافي كنقاد بواحد المعلقه ولا بشي سباتولا ولا اللي بغيتو، ماشي بالضروري يكونوا عندنا يعني ادوات خاصه بهاد الحلويات، يعني نقضيو بداكشي اللي عندنا نقضيو به. صافي كنسقي هذه الطبقه الثالثه ديال لا جينواز، وغندير فوق منها الطبقه الثالثه ديال الكريمه. غنقاد السطح مزيان، غادا نملسو نقادو ونحيد الاطار ديالي صافي، وغادا نقاد الحليوه ديالي مزيان من الجوانب. اللي نبغي نحيد هذا الاطار ضروري ندير واحد السكين اللي غادا نفرق بينه وبين هذا الاطار ديالي باش ما تحيد مقاده. كما كتشوفوا كيجوني الحواف حادين مقادين، يعني سهله كتجي خدمه هذا الاطار، كيسهل علينا في الحقيقه. ولكن اللي ما عندهاش ماشي بالضروره، غير هو فقط تيسهل علينا وصافي. كناخذ السباتولا هذه العاديه اللي كنخدم بها، كنا نملس هكا مع الجناب كنقاد. كناخذ هاد السكين حتى هو اللي كنقادو بالسطح ديال الحلوى، باش كنقاد ليها السطح ديالها باش يجيني ملس ويجيني مقاد. صافي كنبقى كندور وانا كنقاد وعيني ميزاني. اللي بانت ليا شي بلايصه باقا خاويه من الكريمه كنزيدها شويه، ولا بانت لي شي وحده مثلا فيها الكريمه بزاف انا كنقاد وكنقص. من بعد كنمسح الجوانب، داك اللي كيكون طايح ليا في الجناب كنظف وتنقاد. كناخذ هذيك اللي بحال الملاسه كيكونوا في هذوك السنينات بحال الفورشيط باش كنعطيها هذا الشكل من الجناب صافي، وكنخليها على جنب.
غادا ناخذ واحد 3 ديال المعالق كبار ديال نيسلي كراميل اللي عندي، غنضيف عليهم واحد 2 معالق كبار ولا معلقه واحده. القياس اللي غادي يخفف ليا هذا كما سبقت وشاركت معكم في لا فيديو اللي قبل من هذا، كدرت غا دانيت هنا، بغيت لوغو ديالي يجيني مزيان، وحتى لهاد الكلاصاج بغيت يجيني قابط راسو، غير ما تخفوش بزاف باش ما يبقاش لكم سيح. انا شويه بحال خفاف ليا، جاني شويه ساح مع الجناب، ولكن ملي درتو في الثلاجه صافي جمعات راسها، خليتها على جنب. وهنا غادا ندوز الحلوه الثانيه اللي بالشوكولا، نفس الطريقه، جينواز، طبقه جينواز وطبقه كريمه، حتى غادا نكمل 3 طبقات ديال لا جينواز، وكنسقيهم كذلك بنفس الطريقه اللي سقيت بها الحلوه الاولى. المهم راه طريقه العمل واضحه وكنخدم بها يعني في اي حلوه، هذه الطريقه ديال العمل اللي كتكون. كنقاد الجوانب، كنقاد من الفوق، كنقاد من الجناب، صافي باش نحصل عليها مقاده. الحواف تكونوا حادين مقادين، ما تكونش ميله ولا عوجه من شي جهه. هنا خديت واحد 150 غرام تقريبا ديال الشوكولاط كحل. يمكن لكم تخدموا باي نوع عندكم، خففتو بواحد شويه ديال الحليب وضفت عليه واحد المعلقه ديال الزيت باش يجيني كيلمع. هذا ماشي كلاصاج ولكن شبيه بالكلاصاج، هذا يمكن لينا نكتبوا فوق منه. بالنسبه للكلاصاج ما يمكنش لينا نكتبوا فوق منه كما قلت، لان هذا الكاطو ديال العيد ميلاد ديال البنوتات وكان ضروري خصني نكتب الاسم ديالهم. بالنسبه للكلاصاج ميغوا غنشاركو معكم في واحد لا فيديو اللي غادي يكون من مورا هذا، كيجي كلاصاج رائع وكيجي بنين بزاف وكيجي يعني ميغواغ، يعني نتوما غادي تشوفوه ملي ان شاء الله غادي نشاركو معكم. خديت الكريمه اللي بقات ليا، درت وريضات هكا في الجناب. يمكن لكم تزينوا باي شكل عندكم، كما يمكن لكم تخليوها غير فحال هكا، راه كتجي مزيانه. درت واحد الوريضات صغيورين من التحت صافي، وغادا نخلي داك الشوكولا من الفوق يجمد عليها شويه باش ملي نبغي نكتب عليها الاسم ما يجيني ساهله، تجيني ساهله الطريقه. هنا غندوز لهاد الاولى، هي غادي ندير لها هاد الكلاصاج اللي درت ديال الكراميل اللي خدمته غير بنيسلي كراميل، جا صراحه لذيذ بزاف. كما في الاول كنت جريته شويه وضفت واحد المعلقه اخرى باش يزيد يعقد ليا، ما بغيتوش يبقى سايح بزاف. سوا كندير ليها كيجي دميعات هابطين من الجوانب، كيجوا عاطين منظر زوين صافي. وغادا ندير لها تزيين شيئا ما يكون مختلف على الحلوى الاخرى باش يكون واحد الفرق شويه في الحلوات، ما يكونوش بجوج فحال فحال، لان كل وحده بلوغو ديالها. المهم التزيين انا ملي كنبدا خدامه كل مره شنو التزيين اللي كيجيني في بالي، ما كنكونش حاطه قدامي واحد تصويره ولا شي حاجه. المهم انا كنصايب وداكشي اللي كيجيني في راسي راه كنحطو، وكنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وينال الاعجاب حتى الكليان كذلك. المهم دابا التزيين اللي درت ليها صافي، وغادا نبدا نكتب. هنا الاولى اميره والبنوته الثانيه اريج. هنا خديت الفريز، هادو انصاف ديال الفريز، درت خططتهم بشوكولا كحله وغادا نزوق بهم هنايا في الوسط باش نهرس شويه من داك هذاك اللون ديال الكراميل. وبغيت ندير هكا شي حاجه، هاد الاحمر كيعطي منظر زوين. صافي زوقت بهاد الطريقه هادي ودرت اشكال عشوائيه بشوكولا كحله، تما غادا نلصقهم في الجنيبات. باقيين ما كرموش ليا دابا، خليتهم تيبردوا ويقصاحوا عاد فاش غادا نزين بهم. ما درتهم في الجوانب، يعني كناخذ الشوكولاط عادي اللي كتبت به وكنخطو عادي. هنا خديت ناباج ذوبته وضفت عليه واحد الملون، شويه ملون غذائي في الاحمر، وغطست فيه هاد الانصاف ديال الفريز باش يبقاو محافظين ليا على داك اللون الاحمر ديالهم. صافي ودرتهم هكا في الجوانب بين هذوك الوريدات اللي درت صافي، وغتعطيني هاد الشكل هذا زوين، لان هاد اللون الاحمر كيهرس لينا هاد اللون ديال الشوكولا وكيعطي منظر زوين. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بجيم بواحد التعليق يكون محفز، وشوفوا الفيديوهات اللي قبل من هذا، ونتمنى تكون لكم واحد الاستفاده من لا فيديوهات ديالي. وصلت نهايه لا فيديو، في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.